مقام سيدي جلال الدين السيوطي رضي الله عنه وأرضاه بالقاهرة. هو أمام مسجد ستنا السيدة عائشة بنت سيدي جعفر الصادق. هناك مسجد آخر طبعا، في مسجد تاني في أسيوط لسيدي جلال الدين السيوطي رضي الله عنه وأرضاه. دي نبذة مكتوبة عن سيدي جلال الدين السيوطي معلقة في مقامه. سمي السيوطي نسبة لمولده للبلد اللي اتولد فيها اللي هي أسيوط يعني. السلام عليكم. الو. رضي الله عن الصالحين كل المنتمين إليه. طبعا حضراتكم شايفين ان المقام بيقع تحت القبة بتاعته. ليه قبة وحيدة يعني، لكن هو مش شكل مسجد، لكن هو مقام، لكن ليه ساحة فسيحة شوية، وكان بيتعمل هنا حضارات زمان إلى وقت قريب يعني. لا أدري سبب إيقافها يعني. كعادتنا في أهل مصر كل مقام يزين بأسماء الخلفاء الأربعة. يعني هنا سيدنا علي وهنا سيدنا أبو بكر، وفي الناحية التانية سيدنا عمر وسيدنا عثمان رضوان الله عليه. فأي واحد يتكلم إن زيارة المقامات من باب التشيع فده يعتبر إنسان متخلف بصفة عامة، لا يعني، أو فهم ضعيف لا يستحق أن يرد عليه. دي ساحة سيدي جلال رضي الله عنه. طبعا السقفية من الخشب القديم ولا زالت تحتفظ بنفس حالتها كمان. ياسر بعد الشيء